هنعمل مع بعض النهاردة صينية جلاش بطريقة سهلة وبسيطة جدا، مش هاخد مننا وقت. هنبدأ الأول نعمل اللحمة. طبعا هاخد اللحمة كده، هي كانت متلجة شوية، بس طبعا هسيبها دلوقتي لحد ما تبدأ تاخد لون كده زي ما انتوا شايفين. وبعد بقى كده هكون مجهزة بصل، حوالي بصلتين. بعد كده طماطمتين برضو مبشورين. بعد كده فلفل حار، وطبعا ده براحتكم خالص. وطبعا البهارات بقى ملح وفلفل وكعب مرق وبهارات لحمة. مش هحط بهارات كتير، هو دول بس. انا هعمل الجلاش بطريقة مختلفة، اقطعه شرايط كده. برغم ان انا اقدر ان انا اعمله طبقات، بس انا حبيت ان انا اعمله بالطريقة دي. اولا ما بتاخدش وقت وسهلة وسريعة. هنجهز بقى الخليط اللي هنضيفه. هيبقى عبارة عن معلقتين سمنة بلدي، حوالي ربع كوباية من الزيت، كوباية من الحليب مليانة. هنضيف 2 بيضة، وبعد كده اضيف لهم ملح وفلفل ورشة من البيكنج باودر. واقلبه كده لحد زي ما انتم شايفين كده الخليط يتماسك مع بعضه. هنبدأ بقى نحط الشرايط كده زي ما انتم شايفين كده. انا مقطعاها، عايزه اقول لكم الطريقة دي سهلة جدا، ما بتاخدش مننا وقت ولا. وطبعا هنزل الخليط كده اللي هو اللي احنا عملناه، السمنة والزيت واللبن. بعد كده هضيف بقى اللحمة المفرومة بس كده، وبضغط عليها كده كويس. بعد كده هضيف الطبقة التانية من الجلاش زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لكم ان الطريقه دي ممكن ما نقطعهوش، وممكن نقطعه براحتنا خالص. طبعا انا قطعته. بعد كده ضفت الخليط اللي هو البيض واللبن، وادخله الفرن على درجه حراره 180 في الرف الوسطاني عشان يقرمش. زي ما انتم شايفين كده طلع طعمه تحفه واللون تحفه.